بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة العمال، هذا يوم كذلك من الأيام اللي انتما قضيتوها واحد النضال اللي أول مرة فتحتوا هذا الملف اللي قلنا سابقا أنه ملف شائك، ملف كما قلنا يعني مليء بالفساد، مليء بالمآسي، مليء بالتضحيات. هذا ملف ديالنا، انتم قلتكم سابقا هذا الموقف ديالكم غادي يتسجل في تاريخ تطوان، لانكم على قلتكم باش يكون عندكم الشرف، غادي يكون عندكم الشرف غادي تفتخروا به، وغادي يفتخروا به الابناء ديالكم والاولاد ديالكم والاحفاد ديالكم، انكم فتحتوا واحد الملف اللي كل المسؤولين اللي جازوا من هذه المدينه وكل بما يسمى المجالس الجماعيه اللي جازت هذه المدينه متواطئين مع هذه البطرونه اللي شدت هذا القطاع هذا من الاستقلال كما قلتكم الى يومنا هذا، وهم كيفرسوا وكينهبوا وكيمتصوا الدماء ديال العمال في هذا القطاع هذا، ولا من يحرك ساكن. العثرات ديال الملفات في المحاكم قضيت هذا اللوبي الفاسد، ولكن ما كاينش شي واحد يحرك ملف واحد، كل شيء مطموس وكل شيء مقبول. كذلك المئات والمئات ديال الشكايات ديال العمال ديال المواطنين اللي كيعانيو من جرائم هذا القطاع هذا، ولا من يحرك ساكن. حتى انتم شفتوا اخر مره جات اللجنه التقصي وعملت دراسه ديالها وبحث ديالها وجبدت، هذه ماشي من طرف جات لجنه حقوق الانسان من جرين بيس، ولا جات بما يسمى كما كنقولوا شي تنظيم دولي، ولا جات شي تنظيم مناوئ كما كيقولوا. اي ملف كيصدر في الانتهاكات ديال حقوق المواطنين كيقولوا هادو اعداؤنا، اعداء الوطن واعداء القضيه ديال الوطن، لكن هذا ما حتى شي واحد على بركه. هذا جاو قضاة ديال الدوله، قضاة ديال القضاء، وثبتوا ان هذا الملف هذا مملوء بالجرائم بشهاده القضاة. هذه بشهاده القضاة. وانت ايها الوالي اللي عمل فيك ثقة صاحب الجلالة في هذه المدينة، خصك تجاوب المواطنين وتجاوب العمال وتجاوب المجتمع المدني شنو الرأي ديالك في التقرير اللي عملوه القضاة ديال الدولة ديال المريض ديال القضاء في البلاد. قلنا الكلمة ديالك، القضاة كيقولوا السلطة مورطة في هذه الملفات ديال الفساد، اش كيقولوا له المجالس البلدية مرتبطة في هذه الملفات هذو. إذا قولوا لنا شكون غادي يحكم هاد الناس؟ شكون غادي يسأل هاد الناس؟ شكون تقولوا لنا؟ حنا قلنا سابقا وقلنا ذاك النهار ان حنا ما ساكتينش على هاد الملفات. هاد الملف فتحوه القضاة، لابد خصهم يشدوه. القضاة يشوفوا لنا الجرائم في القطاع هادي يسلوا بها باش المواطن يعرف راسو. والوالي ماله مخبى واخبار شاشع، 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 والوالي ماله مخبى. قالوا لنا اننا العهد القديم والبعيد قد انتهى، وقالوا لنا احنا دخلنا في عهد جديد. ما معنى العهد الجديد؟
شنو كتحبوا تقولوا لنا بالعهد الجديد؟ العهد الجديد معنى ان الحق والقانون فوق الجميع. هذا ملف عملوه القضاة، بحث قاموا به القضاة وقالوا ان هناك الملايين نهبت وان هناك المئات اغتصبت الحقوق ديالها، وقالوا ان كرامة المواطن لا تساوي شيئا في هذه المدينة من طرف هذا اللوبي اللي هو مسيطر على القطاع هذه سنين عديدة مختلفة. اذا انت السلطة الوصية كيتأثروا لصاحب الجلالة، كنقولوا لك الوالي حنا ما غادي نسكتوش على هذا الملف هذا، انت خصك تقول الكلمة ديالك في هذا الملف هذا، وكنقولوا من القضاء كذلك باش يورينا القضاء على الاستقلالية ديالو ويورينا القضاء على النزاهة ديالو، ان هذا الملف اللي عملوه الكوليكات ديال اي القضاة يفتحوا هذه الملفات هذه، يشوفوا الناس جرائم هذه اللي تحقق، والا السكوت على هذا الملف معناه ان السايبه ما كاين قانون ما كاين عداله. السكوت على هذا الملف هذا ان احنا دخلنا في الخندق ديال السايبه، لان مادام ان القانون ما كيتحترمش كيف كتطلبوا المواطن البسيط المسحوق يحترم القانون وانتم ما كتحترموش؟ لذا حنا كنطلبوكم وكنطلبوا منكم هذا الملف يتفتح، وهذا الملف انتم فوق الظلم من بالضبط، وانتم فوق الحق يرضى عن اهله، وانتم فوق الحقوق تحترم. مغربي وتيدوان حمادي مغربي وتيدوان حمادي مغربي وتيدوان حمادي وكما كيقول المثل ان ما اجتمعت امتي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت امتي على ضلاله. الامه كامله السكان كاملين في الاقليم كيقولوا ان حمادي والمجموعه ديالو ما كاينش اللي كيحاسبك، ما كاينش اللي كيعاقبك، وما كاينش هما كيعملوا لا لوا هما كيعملوا القانون في هذه المدينه، وهذا عار. ثم عار تقولوا لنا احنا في دوله المؤسسات، عار ثم عار تقولوا لنا احنا في دوله الحق والقانون، عار ثم عار تقولوا لنا احنا اننا نطلبوا المواطن البسيط انه يلتزم بالقانون، وانتم طالقين السيمه مع مجموعه الجهلاء كيقودوا المدينه للدمار، كيقودوا البلاد للدمار، كيقودوا الوطن للدمار. والأمن في خطر ودعيم ودعم الأمن في خطر ودعيم ودعم تيدوان في خطر ودعيم ودعم تيدوان في خطر ودعيم ودعم تيدوان في خطر. كذلك كتبتنا بالملموس، احنا ذكرنا هذه يومين، ذكرنا قلنا لكم انهم ما كيلعبوا تحت الطبالي باغيين يفوتوا مزيات اخرى وغادي يلغيو الصفقه، هم لغوها. قلنا لكم هذه يومين حنايا او 3 ايام هنايا كنا معكم، قلنا لكم هما خدامين كيعدلوا تحت الطبله باش يلغيو الصفقه ويعطيوها. عود نمشي ما احتاجش نقول لكم شي ابليس اخر يجي يسلط على المدينه، مرفوض رفضا. وانا قلت لكم انتوما فتحتوا، وانا كنعاود لكم وسجلوها، انتوما فتحتوا واحد الملف غيتسجل عليكم في التاريخ ديال المدينه انكم انتم غادي تصلحوا هاد البلاد في هاد القطاع هذا، والنضالات ديالكم هادي اللي كتطلبوها نتوما ما كتعطيوهاش قيمه، هادي تساوي الملايير ثم الملايير اللي مستقبلا غادي تنهب وكيخططوا لها باش ينهبوها، ولكن بالعزيمه ديال الاصابات ديالكم بحال هيدا والوقفات ديالكم بحال هيدا ان غادي تحمي البلاد من هاد النصابه، غادي تبني البلاد. هنايا كنعرفوا حنا ناس كيقودوا المدينه وكيقودوا البلاد، ناس مجرمين خطابه دخلوا لهاد المدينه كيعدهم في التركه وفي الرجل ديالهم،
اليوم هي على طهر الشعب، هما اللي مأمرين وقادوا المجالس البلدية وتأمروا مع اللوبي الفاسد، تأمروا عليه على مصالح المواطنين، على مصالح العمال وعلى مصالح هذه المدينة. لا نطالب بمحاسبة لحقوق الإنسان التي قبل الحكومة والتي قبل البرلمان، حقوق الإنسان التي قبل الحكومة والتي قبل البرلمان، الوطني لحقوق الإنسان التي قبل الحكومة التي قبل البرلمان. وتثبتنا بالملموس. هاد الزيدة الإضافة عطانا واحد الدرس وكنعبيوها وكنعبيوها كاملين. هاد اللوبي هذا شاري كل شيء عليه. أين هما الصحافة؟ أين هم؟ تسيطروا على القطاع الخاص، الصحافة اللي محترمة ولا يكون عامل واحد عامل الإضافة خصها النواب وتشرح عليه وتعمل مع حوارات وتكتاب وتفضح الدور بينهم. واحد انتم كتشوفوا الصحافه الميته. النقطه الاولى. النقطه الثانيه المجتمع المدني اللي كيقولوا عندنا المئات الجمعيات في هذه المدينه. واحد. كذلك الاحزاب، كذلك البرلمانيين اللي كيمثلوا البلاد واللي كيعرفوا الناس في هذه المدينه. فين هما البرلمانيين في هذه المدينه؟ كيمشيو يكتبوا على المواطنين في الاسواق وفي المساجد ولا يحركون ساكنا حين كيكون الظلم نازل على شريحة من شرائح المجتمع. يولين الرسا كلشي الرسا، يولين الرسا كلشي الرسا، يولين الرسا كلشي الرسا، يولين الرسا كلشي الرسا، يولين الرسا كلشي الرسا. واخيرا وليس اخيرا انه انتم الاخوان العمال يعني طلب واحد، وهو كل واحد فيكم هو كيشكل هذه المجموعة. ما تسمحوش في واحد فيكم يتمس في الحق ديالو. اياكم ثم اياكم، لان هادو مجرمين، هادو غادي ينتقموا طائفة على طائفة. ينتقم منك انتينا فوقي عنده الحباب مع هذاك، وينتقم من هذاك. هادو جهلاء كيسيروا هاد القطاع، هادو ماشي ناس العقل. عاركم عار ان مطالب بسيطة ديال العمال نعملوا فيها 15 يوم الإذهان. هادو تثبتنا بالملموس ان مافيات بعضاتها خدامة على ظهركم، هانتوما غير دفعوكم، ولكن الله يفعل ما يريد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وما دفعوكم واستعملوكم، ولكن الله سبحانه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتما اليوم استعملتوهم او قلت الاسبوع كامل انتظر. المشكل اللي عندك، هم انتم مشكلتهم، اما هم اولاد سيدي قصر. لان لو كانوا مواطنين، انا قايد نمشي نحل هذا المشكل في 4 ساعات المكانه. 4 ساعات نحلوا معكم. مطالب ديالكم ابسط المطالب كطلبوا شنو كطلبوا؟ الاجور ديالكم والحقوق ديالكم بسيطه بالعمال. إدارة التماطل وطول الانتظار بالليل والنهار. إدارة التماطل وطول الانتظار بالليل والنهار. إدارة التماطل وطول الانتظار بالليل والنهار. كما قلت انا، هذا المطالب ديالكم كتحل في 4 ساعات المكانه، ويكونوا تخدموا ومشيتوا تخدموا وهما يجلسوا مع بعضهم يبقاو حتى شهر وشهرين. ولكن المشكل ماشي هو هذا. الوالي عيبة الله ما يحلش المشكل اوسط المطالب العمال. رئيس المسجد البلدي ما يحب يوسط مساكن العمال. هادي الخاينتينا شايفه البلاد، هادي تلحقنا بالناس هادو. ولا زمان جبتوا لك الملفات في المحاكم تما. اذا يجبدوا الصدراوي ويجبدوا الحمادي ونوش الملفات، انا قلت لك
يموتوا واقفين. الملفات ديال الزمن اللي عندك تحت الصفات صفات تحت الصفات صفات ولكن هما خصهم بين يتخبعوا على ظهر من يجوزوا. اذا شكون العامل الضعيف، العامل اللي عنده الاسره النهار اليومي ديالو عار ثم عار الوالي. تخلي هاد الاسره هادي كتعدى ب 15 يوم. هادو الناس ما كيطلبوا يمشيو للقمار، ما كيطلبوا بما يسمى البنك الدولي، ما كيطلبوا بما يسمى يطلعوا البرلمان. هادو كيطلبوا الاسره ديالهم تعطى لهم خدموا. هادو خدموا عطوا لهم الاسره ديالهم. والعمادي كيسعى والشبراوي كيسعى. انا مسائل بسيط، ولكن الولي ورئيس مجلس البلدي عار عليكم، واحنا كنقولوها فشلت عليكم في التاريخ باللائحة السوداء انكم انتم ماشي الثقة ديال صاحب الجلالة، لانكم لو كنتم صاحب الجلالة والثقة ديالو غتراعيو المصالح ذات الشريحة الضعيفة. الملك محمد السادس وتسمى ملك الفقراء. اذا انتم كتكفوا على الاغنياء وكتحطوا الفقراء. وكنتحسلوها كنقولوها وكنتحسلوها عليهم انهم ماشي في المستوى. اذا كتلعبوا شي خنطقيات لعبوها على ظهر جهات اخرى، ماشي على ظهر ضعفاء، ماشي على ظهر المسحوقين. لعبوها مع بعضكم، لعبوها في الكاسينوس، لعبوها في الكلوبات، لعبوها بما يسمى في النوادي الخاصة ديالكم. ما تلعبوهاش على طريق ثم احنا كنقولوا لكم وما بينتوا لنا الحقيقة ديالكم انكم ناس سواد، والسياسة ديال البلاد والملك البلاد سواد اخر. والسلام عليكم ورحمة الله.